السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بقى الفطير المشلتت الفلاحي، يعني بجد الطعم الاصلي، الطعم الخطير اللي هيعجبكم جدا. لو اول مره تعملي الفطير هتشوفي كل التريكات وكل اي حاجه سبب في نجاح الفطير هتشوفيها النهارده ان شاء الله في قلب الفيديو. عملت الفطير بكذا طريقه في قلب القناه، تقدري برضو ان انت تشوفيهم. والطريقة كلهم نتيجتهم تحفة، ونتيجتهم كويسة. تقدري تشوفي بقى الطريقة اللي هي تعجبك، تقدري ان انت تنفذيها، هيطلع معاكي ما شاء الله. نسمي بالله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس يا ريت بقى ما تنسنيش في اللايك والاشتراك. انا هعمل النهاردة الفطير بتاعي بكيلو من الدقيق. لو اول مرة تعملي الفطير، احنا بنستخدم لعجينة الفطير ميه وملح وسكر بس والدقيق. استخدمت معلقتين كبار من السكر مع معلقه صغيره من الملح، بس كده. هقلبهم كويس في قلب الدقيق، وهستخدم الميه للكيلو. الدقيق بستخدم كوبايتين ونص. طبعا برضو بيفرق حسب نوعيه الدقيق، بيقل مثلا معلقتين ميه، بيزيد معلقتين ميه حسب نوعيه الدقيق، لكن هو بيبقى كوبايتين ونص، مش هيقل عن كده يعني عامه. بلم بقى العجينه بتاعتي، بلم الدقيق كله كده واعجن فيها كويس، وما تضيفيش لو عايز ميه لما تعجنيها كلها كده وتشوفي احتاجت بقى ميه، رشي رشه ميه بسيطه كده معاكي. هعجنها كويس جدا علشان الفطير يجي معاكي ناجح. لازم تعجني العجينه كويس جدا. لقيتيها ناشفه معاكي ومش قادره مش راضيه تنعم، سيبيها كده في قلب الطبق حوالي 10 دقايق، وارجعي اعجنيها تاني، هتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. عجنتها كده كويس جدا، مش مهم تسيبيها ترتاح ولا حاجه. هرش بقى على الرخامه رشه من الدقيق كده. الرخامه طبعا بتاعتنا نظيفه وزي الفل. هحط بقى رشه من الدقيق، وهقسمها الكيلو الدقيق هعمله 4 فطاير. يعني هو الكيلو ممكن يجي 3 كبار او 4 وسط. هقسمهم كده 4. هاخد بقى كل قطعة منهم هقسمها زي ما انت شايفة كده لكرات صغيرة على قد ما تقدر. يعني انا الفطيرة هنا ديك اول واحدة دي طلعت معايا 10 كور، فانتي حسب هتطلعيها كده حسب ما انتي هتطلعيها. يعني تطلعيها كبيرة شوية، تطلعيها وسط، انا عايزاها صغيرة. بنخلي واحدة بس هي اللي كبيرة شوية. يعني شايفين الحجم؟ دي كبيرة والباقي صغيرين. هتبان اكتر برضو لما ادورها، او مش شايفين الفرق. هكورهم بقى كلهم كده. طلعوا معايا 2 4 6 8 10، وواحدة كبيرة شوية. هعمل بقى كده مع كل فطيرة، يبقى دي فطيرة هتاخد ال10 كرات الصغيرة والواحدة الكبيرة. هعمل مع كل واحدة بنفس الطريقة دي. ممكن تكوريهم كلهم وتقسميهم على 4. يعني ممكن تكوري العجينة بتاعتك كلها كور صغيرة، يبقى 4 كور كبار، والباقي كله خليه صغير، وتقسميه على 4. يعني ده ينفع وده ينفع. بس ده انا بسهلها عليكي لو اول مرة تعمليها عشان ما تلخبطيش. هرش بقى رشة كده، هوسع الرخامة بتاعتي عشان لما اجي افردهم هحطهم على صينية كده. هفرش هرش رشة من الدقيق، وبعد كده هرصهم كده كل فطيرة لوحديها عشان ما تلخبطش، وهرجع برضو اعمل دي. هنلم بقى الدقيق بتاعنا كده من على الرخامة، علشان المرحلة دي هنفرد بقى بزبدة على حبة زيت صغيرين، علشان ما ينفعش على الدقيق. هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي انا هستخدمها للفطيرة. الافضل ان انت يبقى جنبيكي 4 صواني. يعني تشوفي انت هتعملي 4 فطاير، يبقى جنبيكي ال4 صواني، وتحطيهم كل فطيرة بتخلصيها بتحطيها. هجيب بقى اول واحدة الكرة الكبيرة. يعني بجيب اول كرة كبيرة كده، بسيح الزبدة اللي معايا، بسخنها شوية، وبحط عليها زي ربع كوباية كده من الزيت، علشان تبقى خفيفة شوية. هفرد بقى على الرخامة كده على قد ما تقدري. هي ما شاء الله هتتفرد معاكي وتبقى زي الزبدة على طول. حتى لو اتقطعت مفيش مشكلة. نحاول بس ان احنا ما نقطعهاش على قد ما نقدر، وخصوصا اول واحدة دي عشان هي اللي هتبقى الوش بتاع الفطيرة معايا.
هنحطها بقى من تحت كده في قلب الصينيه، مش هنحتاج مواعين تاني ولا حاجه. يبقى انت بتفردي على الرخامه وبتحطي على الصينيه. هنفرد بقى كل واحده عملناها، كل كرة عملناها كورناها مع بعض. احط بس حبة زبدة من تحت واقلبها، واروح حاطة حبة زبدة من فوق وافرد كده. يعني اعمل ايديا من جوه لبره من جوه لبره، هتتفرد معاكي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنحطها بقى كده في قلب الصينية، هنرصهم كده كلهم ورا بعض في قلب الصينية. بصوا ما شاء الله جميلة، زي ما قلت لك اتقطعت مفيش اي مشكلة خالص. تشجعي بقى كده واعملي الفطير، بجد سهل مش هياخد منك حاجة. ممكن ان انت تعمليه كده الصبحية وتخليه، وعلى اخر النهار مثلا تحطيه في قلب الفرن مفيش اي مشكله. اهم حاجه يبقى وشه بس في قلبيه الزبده. وممكن برضو تسويه وتحطيه كده تغطيه بغطا عشان ما ينشفش معاكي، برضو هيبقى كويس. انا جبت بقى الكور كده تبقى قدامي على الرخامه علشان اعملها هيبقى اسرع. يعني ترصي كل فطيره كده على الرخامه، الكور بتاعتها على الرخامه، وتروحي بادئه ان انتي فارده كده وتحطي في قلب الصينيه، هتخلص معاكي في ثواني. اهم حاجه برضو ان انتي لما تيجي تكوريهم كلهم كده وتحطيهم على الصينيه وتحتيها دقيق، لازم وشها يكون متغطي بحبه سمنه او بحبه زيت. يعني انتي كورتيه كور صغيره علشان ما الوش ما ينشفش معاكي، تدهنيها دهنه بسيطه جدا كده بزيت او بسمنه. ده هيحافظ لك على الوش بتاعه، لما تيجي تفرديه كده هيبقى زي الفل معاكي. فردتهم كلهم كده، بجيب بقى اول واحدة انا فردتها بتبقى اكبر شوية، فبتروحي تانية الاطراف كلها لما الفطيرة بتاعتك، وتروحي قلبها على الوش التاني. يعني الاول واحدة بتبقى كبيرة اللي هي من تحت، بتنيها على الاطراف كلها وبسيبها. بس كده لميتها ودورتها، بسيبها بقى كده. لازم تريحيها حوالي ربع ساعة قبل ما تخش الفرن. يعني عقبال ما تخلصيهم كلهم وتفرديهم، هتبقى اول واحدة جاهزة معاكي ان انتي تدخليها الفرن. بعد ما ارتاحت بحط بقى على وشها كده معلقه او معلقتين من الزبده. ما تكتريش برضو زبده قوي علشان ما تبقاش تقيله في الاكل. يعني تبقى المعقوله، هتبقى كويسه في اكلها، ما تبقاش تيجي تاكليها تتعبك. بعد ما عملتها كده هتفرديها بقى كده في قلب الصينيه السمك المظبوط، ما تبقاش برضو رفيعه قوي علشان ما ينشفش معاكي، وما تبقاش تخينه عشان ما تبقاش تقيله قوي. يعني بالسمك المظبوط. في المرحلة دي هنكون بقى مشغلين الفرن، علشان لازم الفطير يخش على الفرن يكون سخن جدا. هحطه بقى في الصاج اللي هو بيبقى ملامس للنار. بمجرد ما يحمر من تحت، يعني يبقى لونه ذهبي كده، ترفعيه في الشبكة اللي في النص وتشغلي عليه الشواية، هيبقى تحفة معاكي. ما تستنيش لما يحمر معاكي من تحت قوي، علشان لو يحمر معاكي هينشف منك جدا وهيبقى طعمه مش حلو. يبقى من تحت كده يبقى لون ذهبي، تروحي مطلعاه وتشغلي عليه الشوايه، هيبقى زي الفل معاكي. اول ما يطلع بقى ترشي رشه زبده، او لو حسيت ان هو هيبقى تقيل بلاش رشه زبده. اهم حاجه بس تغطيه. اول ما يطلع كده نغطيه علشان يبقى طري معاكي، هيبقى زي الفل. شايفين ما شاء الله حاجه كده تحفه. بصوا ايديا باينه من تحت بسبب ان هو الورقه شفافه جدا ما شاء الله، مفروض صح. اتمنى ان انتوا تجربوا.